ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان انا بقالي كتير جدا ما طلعتش، بس عشان كنت مسافر مصر، قعدت بره بتاع حوالي 3 شهور ونص تقريبا. جيت بقى برجع بقى شغلي وبعمل كل حاجه انا بعملها بشكل عام، يعني بروح اعمل شويه حاجات دلوقتي. فهاخدكم معايا كده كام مشوار ده في النص كده، عايز اكلمكم في موضوع مهم قوي، فيلا بينا. اكتر حاجه رخمه لما تكون قاعد في بلد معينه والجو فيها مثلا برد ولا حاجه، وتلاقي هنا مثلا جو حر. هنا الحر بيبقى حر، يعني الشمس بتنزل عليك بتلسعك لسعه بنت لذينه. انا كنت في مصر، كان قعدت تقريبا من اول 9 لغايه 23 12 تقريبا يعني. بس انا تقريبا قعدت حوالي ممكن اقول 90% تقريبا من اجازتي في مصر يعني. والدنيا قبل بقى بتدخل شهر 12 كانت الدنيا لطيفه ما بين الاثنين، فكانت الدنيا لطيفه جدا. ولكن دلوقتي بقى الدنيا هنا حر جدا، زي ما انتم شايفين انا لابس كات اصلا وعايز اخلع جلدي، يعني مش طايق الحر خالص. وانا اصلا من النوع اللي ما بحبش الحر خالص يعني. دخلت العربيه وشغلت التكييف، ننطلق بقى ايه على مشوارنا. دلوقتي يا جماعه انا وصلت قدام المطار بتاع ادلي. ده المطار الرسمي، ده اصلا ادلي ما فيش غير مطار واحد بس. في فندق جنبيها كده اسمه اتورا. اتورا ده فندق جامد جدا. هو ده الفندق ده انا كنت راح اجيب فيه حاجه من واحد صاحبي، وبعدين جيت تاني. هنا في برضه على فكره الشرطه الفيدراليه، مش عارف بتعمل ايه هنا. العربيه بتاعتها ورايا اهي بالظبط، مش عارف بتعمل ايه، بس اكيد مش جايين عشان يعني. لقيتهم كده جروب كده قاعد كله جنب بعض مستني جوه الفندق، اكيد بقى مستنيين حد يجي ولا حاجه. كنت عايز اخد الكاميرا جوه الفندق بس كنت مستعجل ونسيت بصراحه، فالمره الجايه بقى. دلوقتي في السيتي، لسه جايين السيتي دلوقتي عشان بعد راس السنه كله بقى مسافر، وكله بيقضي بقى اجازاته وبتاع، وما حدش بيشتغل اصلا يعني. كل المصالح الحكوميه مقفوله يعني. خش الشارع ده زي ما قلت لكم، لسه اصلا جاي من مصر بقالي حوالي تقريبا 10 ايام يعني. كنت قاعد في مصر حوالي تقريبا 3 شهور ونص يعني. كفيله ان تخلي الواحد اصلا ينسى السيستم اللي هنا في كل حاجه، العيش والاكل والشرب والصحيان والنوم وكل حاجه. تحس ان انت لسه بتبدا بحياتك من جديد. يعني كل مره اصلا بروح مصر بقعد 3 شهور 3 شهور ونص حاجه زي كده يعني. انا لما كنت في مصر انا طبعا كنت مبسوط جدا. انا قاعد مع عيلتي، انا قاعد ما فيش هنا اي حد من افراد عيلتي خالص يعني. لما كنت قاعد مع عيلتي طبعا دي كانت احسن حاجه في الموضوع 100% يعني. بحب مصر طبعا، بحب اقعد في مصر جدا جدا يعني. بس الفكره ان انا لما جيت برضه حسيت كده بميزه السلام النفسي. المره دي بالتحديد مش عارف ليه سيب الموضوع بشكل جامد جدا، ما اعرفش ليه. المره دي انا ما اعرفش ليه حسيت ان هنا في سلام نفسي وهدوء نفسي رهيب. انت بترجع تاني طبعا للشغل والطحن تاني، ولكن انت قصاده بصراحه في سيستم معين ومنظم جدا بتمشي عليه، ما بيتحركش ثانيه الا لو انت حركته بنفسك. المبنى هنا ورا لونه موف حلو قوي قوي يعني. المبنى بقول لكم عليه لونه موف حلو قوي قوي شكله. انا بحب لونه موف اصلا يعني. حتى التيشيرت اللي عليا اصلا هو اصفر في موف، فلون الموف بالنسبه لي مميز جدا. راينو روم، انا ما اعرفش ايه راينو روم ده بصراحه، عشان واحد برضو ممكن يكون حاجه كده ولا كده، بس مش هنخر وراه اكتر من كده يعني. كفايه كده اللي هو راين روم. هو واضح من الاسم ان هو حاجه مش لطيفه، بس ما علينا يعني. هو المبنى شكله حلو. نرجع للموضوع بتاعنا. موضوع السلام النفسي ده يا جماعه نعمه لا تقدر بثمن. هناك طبعا مصر، انا لو في فرصه قويه جدا تخليني ارجع مصر تاني هرجع بجد، لان انا بحب القعده في مصر جدا. مزايا مصر طبعا لازم قلت لكم عيلتي هناك، صحابي هناك طبعا. قضيت اوقات كتير قوي مع اصحابي. دي السفريه الوحيده اللي انا ما سافرتش فيها اي حاجه خلال زياره لمصر. انا كل مره لما بروح مصر بروح كده بلد او 2 أو 3 على حسب يعني التسهيل يعني. في هوملس ربنا معايا. دي السفريه الوحيده اللي انا ما رحتش فيها اي بلد تاني. في حاجات كتير قوي بعملها يعني خاصه بيا وخاصه بوالدتي وكده. جرافيتي هنا شكله تحفه، شكله حلو قوي قوي يعني. هنا على فكره بيهتموا بالجرافيتي جدا 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 يعني. في اماكن كتير قوي فيها حاجات زي كده يعني، مش دي الوحيده. نرجع لموضوعنا. ولكن ده صعب جدا الفتره دي ان انا الاقي المقابل المادي اللي باخده هنا الاقيه هناك. كاد يكون شبه مستحيل يعني. هو مستحيل بصراحه، مش يكاد يكون، هو مستحيل. في حاجات بصراحه انا مش لاقيها في مصر بلاقيها هنا. هو على فكره اغلب يعني ممكن يعني حوالي يعني مش هبالغ لو قلت مثلا 90% من الناس بيهاجروا عشان سبب مادي اكتر يعني. ممكن بتضحي بالحاجات التانية في سبيل ان انت بتاخد ممكن مثلا المقابل المادي انت بتاخده هنا اوكي. انا من ضمن الناس دي اصلا يعني. ممكن اضحي بالحاجات اللي بقول لك عليها راحه نفسيه والسيستم والروتين والكلام ده كله. مش هتعرف تعمل حاجه بالكلام ده كله لو المقابل المادي بتاعك مش على قد اللي انت منتظره. اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي، او انت عايز تعيش في أنهي مستوى. فالموضوع معقد شويه حرفيا. من اول ما بصحى لغايه ما بنام مفيش اي حاجه بتعكر مزاجي خالص نهائي يعني. صعب قوي بصراحه الواحد يلاقيها في اي بلد تاني يعني. حظي حلو كمان على فكره، من ضمن الناس اللي انا ممكن ظروف شغلي بتسمح لي ان انا اخد اجازه طويله يعني. 3 شهور ونص دي لحد مغترب صعب قوي تحصل يعني. بكتير قوي بتلاقي في الدول اللي هي مثلا زي الدول العربيه بتقعد مثلا شهر 2 بالاتفاق مع الكفيل وخلاص كده. لكن انا بقعد 3 شهور ونص دي حاجه غير اعتياديه تماما يعني. عشان انا هنا معايا الجنسيه، فانا ممكن بتحكم في ظروف شغلي. انا ظروف شغلي كمان بشكل خاص يعني انا ممكن بتحكم فيها.
فانا شغال مع نفسي شويه وشغال اغلب الشغل مع شركه، فبس انا شغال بعقد، فالموضوع بالنسبه لي عادي يعني. بقعد هنا مثلا 8 9 شهور وبرجع بقعد بقى مصر مثلا، بنزل هناك 3 شهور 3 شهور ونص ولا حاجه، بعمل اللي انا عايزه بقى. ستيل برضو في حته كده يعني، هي حيره بصراحه. ولكن لو سالت اي حد مغترب بشكل عام انت عايز تروح مصر وترجع ولا تقف في البلد اللي انت عايش فيها، هيقول لك معرفش. الفوكس كله في حته ان انا اصلا متعود على التنطيط شويه، بيحسسك شويه بعدم استقرار. حتى لو عايز في بلد زي استراليا، حتى لو انت مثلا عندك ريفرنس هنا او في مصر، ما تعرفش انت مثلا عايز تروح مصر بقى تقعد. انا قطعا زي ما قلت لكم في نص الفيديو، لو لقيت فرصه في مصر بشكل مادي بيرضيني بشكل كبير قوي هرجع، طبعا هرجع. الاولويه هنا بتصب في حته ان انا عايز اقعد جنب عيلتي واقعد برضه في بلدي وكده. الواحد بصراحه بيحس جامد جدا وهو في مصر يعني، بيحس بانبساط اكتر. البلد على طول صاحيه، ما بتنامش خالص، كل حاجه متاحه في اي وقت في اي مكان في اي زمن حرفيا. في حاجه ممكن وحيده، اخر اسبوعين قبل ما ترجع البلد اللي انت مهاجر لها، واول اسبوعين لغايه ما ترجع البلد اللي انت مهاجر لها، يعني اخر اسبوعين قبل ما تمشي من مصر بتحس كده ان بدايه القلق بتبدا. يعني بتحس كده ان في حاجه غلط، ما بتبقاش مرتاح نفسيا. بتحاول بقدر الامكان تعصر على نفسك ليمون عشان تستمتع باخر اسبوعين ولا اخر كام يوم تقعدهم في مصر. حتى لو خرجت كلت شربت قعدت مع اهلك قعدت مع اصحابك، الموضوع ده بتحاول تعمله بالعافيه. بتبقى عارف ان خلاص كمان اسبوعين، كمان 13 يوم 12 11 بتبقى هترجع نفس البلد اللي انت كنت فيها. مش عشان انت حياتك هناك وحشه ولا حاجه نهائي، بالعكس. وفي حالتي انا بتبقى قاعد 3 شهور ونص. 3 شهور ونص دي يعني مده طويله جدا يعني. بس زي ما قلت لكم اتعودت على سيستم تاني ونظام تاني وكل حاجه. السيستم ده اللي هو فيه راحه، وفي طبعا اكيد بقى تعب في حاجات مشاوير، حاجات عائليه، الحاجات دي كلها طبعا. في نفس الوقت ايجار هتدفعه ولا في شغل لازم تروحه، دي بتبقى حاجه طبعا بتبقى انت رايح اصلا اجازه عشان تنساها وتفرغ دماغك منها خالص. فبتحاول على قد ما تقدر تنسى الحته دي، ولكن ما بتعرفش تنساها برضو. كل ما الوقت بيقرب وان انت بقى تفضل تحضر شنطتك تاني، وبتقابل بقى اصحابك لاخر مره، بتقابل عيلتك لاخر مره، الكلام ده كله بتحس فعلا حرفيا ان يعني روحك بتقتلع من جسدك حرفيا يعني. لحد بقى ما بتسافر وتركب الطياره بقى، خلاص انت كده حطيت نفسك على التراك بتاع الواقع، خلاص مش هتعرف تغير الواقع خالص. الموضوع بالنسبه لك ما بقاش مقلق زي ما كان مقلق في الاول. ترجع بقى طبعا بيتك اول اسبوع تقريبا او اول 10 ايام، طبعا الجيت لاج والكلام ده كله كلنا عارفينه يعني. جسمك طبعا بيكون مش متعود على الوقت الجديد، التايم زون الجديد، فرق في 8 ساعات ونص اصلا ما بين مصر واستراليا. عقبال ما تتعود اصلا جسمك عليه بيكون يعني ممكن مثلا بتنام مثلا الساعه 7 8 تصحى الساعه 4 الفجر 12 الظهر، تاني يوم ممكن بيجي لك صداع من اللذينه مش هتعرف تتحكم فيه خالص. لازم تنام عشان يتقتل، لازم تنام، مش هينفع تعمل حاجه تاني يعني. نفسيا بقى طبعا بتكون الشوك الرهيبه اللي جات لك دي بتحاول تتقبلها على قد ما تقدر يعني. بتحاول بقى تخرج تنزل تحط نفسك في التراك بتاع الشغل على طول عشان ما تقعدش تفكر كتير. الشغل بيخليك برضو تنسى وتنشغل بالبلد اللي انت فيها بقى وبالحياه اللي انت رجعت لها تاني، اصلا حياتك الاصليه اصلا يعني. خلاص بقى بتبدا ما بتحاولش تدي نفسك فرصه ان انت تقعد في البيت اصلا عشان ما تقعدش تفكر كتير، لان انت لو فكرت هتتعب فاهم. تبدا بقى تعد تاني يوم، يعني تاني يوم بتوصل فيه استراليا بتبدا بقى تعد بقى العد التنازلي، بيبدا بقى ان انت ايه عايز ترجع مصر تاني. فهي يعني للاسف واقع ولازم تتقبلها، تعمل ايه يعني. مفيش اي حل تاني للاسف. الفلوس هي اللي بتخلي الناس تقريبا تهاجر اعتقد يعني. طبعا بتحسن حياتك وبتعيش حياه افضل وبتكتسب خبرات وبتوسع المدارك والافق بتاع دماغك تماما يعني. حتى لو انتوا بصيتوا مثلا في مصر اكتر من 90 95% من الممثلين والناس اللي معاهم فلوس ما بتسيبش مصر عشان عارفين ان مصر جوهره يعني، فعلا حرفيا جوهره يعني. اللي معاه فلوس في مصر جامده قوي هي طبعا هيعيش احلى عيشه اقسم بالله، ولا هتعرف تجيبها لا في سويسرا ولا في استراليا ولا في امريكا ولا في اي بلد. ده الليم بتاعت العجله على فكره يا جماعه، وانت سايق لازم تبص عليها يعني. تقريبا اهم من العربيات انت لو عملت حادثه انت ممكن تعمل تامينك مع تامينه بيحل مشكله مع بعض وخلاص. العجله دي بني ادم بيكون منه العربيه على طول، فلو في حادثه حصلت لا قدر الله الموضوع بيبقى طبعا رخم جدا. فبتدي طبعا الاولويه للعجله اكتر يعني. فدي النقطه اللي كنت عايز اقول لكم فيها بصراحه، اعراض الانسحاب اللي بتحصل لك من اول ما بتسيب بلدك الام من اجازه وترجع بقى لبلدك اللي انت مهاجر ليها اصلا تاني عشان تبدا بقى حياتك اللي انت سبتها اصلا قبل ما تروح الاجازه. وطبعا انا اصلا ما عملتش فيديوهات هناك، الواحد عشان يعمل فيديو انتوا عارفين بقى الايديت والكلام ده كله بياخد وقت كبير قوي. انا ما كانش عندي وقت للكلام ده خالص يعني، مع اني كان نفسي اعمل فيديوهات جدا. انا كنت عامل حساب ان انا اعمل فيديوهات على فكره لو سافرت بره مصر، ولكن ما حصلش اصلا. ولكن خلاص بقى من دلوقتي خلاص، الكلام ده كان زمان. دلوقتي بقى بدأنا حقبة جديدة فإن شاء الله انتظروا بقى فيديوهات جديدة.
محضر افكار جديده عن حاجات جديده يعني. ما تنسوش بقى تعملوا شير بقى ولايك وسبسكرايب. في حد عنده سؤال يكتبه في الكومنتات وانا هجاوب عليه على طول، هحاول ارجع له باسرع وقت ممكن يعني. وبس استمتعوا بيومكم ايا كان انتوا كنتوا فين، والسلام عليكم.